رمضان كريم. عملت فطار تالت يوم رمضان في نص ساعة وبربع كيلو سجق، يعني وفرت وقت ومجهود وكمان فلوس. ربع كيلو من السجق ده هعمل معاه وجبة محترمة كاملة متكاملة. يلا بينا نبدأ بإيه؟ معلقتين زيت نزلت بيهم في طاسة وهحط فيهم السجق، نفس المعلقتين الزيت الكبار دول في حلة، وهنزل بيهم بكيسين من المكرونة ايا كان الاشكال، كبيرة صغيرة مقصوصة، الشكل اللي تحبيه زي ما انت عايزة وزي ما انت حابة. ونزلت بيه المكرونه في الكيس حسب الكميه اللي انت هتعمليها. وادي السجق الزيت بدأ يسخن وهديله تقليبتين وهشوح السجق، هفكه من بعض واديله تشويحتين. اول ما ريحته تبدأ تطلع وينفش معاكي كده، هننزل بباقي التوابل. من ناحية تانية بقلب المكرونة عشان هي على نار عالية ووعي تتحرق منك، خليها كلها لون وتحميرة واحدة. نزلت على السجق بمعلقة كبيرة من الكزبرة، وهنزل كمان نص معلقة كبيرة من الثوم، وهديهم تقليبة. السجق بدأ يتنفخ معاكي زي ما انت شايفة كده ويتحمر، وريحته مفيش احسن من كده. مجرد ما تحطي الثوم والكزبرة ما بيحتاجش توابل كتير. صلي على الحبيب قلبك يطيب. طبعا عينيا على المكرونه بقلبها كل شويه. نزلت بقى بقرنين فلفل رومي وقرنين فلفل سبايسي، وهديهم تقليبه كويس قوي. الريحه اللهم بارك، مفيش احسن من كده. السجق ما بيحبش توابل كتير ولا بصل ولا هري ولا الكلام ده. ممكن نزود بصل لو عايزين، بس انا الوصفه دي ما كانتش محتاجه بصل. المكرونه ايديا فيها اول باول، بحاول اخليها كلها تاخد لون واحد. وانت كمان لو عايزه تتعلمي افكار ووصفات، هنزلك التطبيق في اول لينك او اول تعليق، ما هثبتهولك كمان. خدي منه وصفات وافكار كتيره واكلات سريعه وكلها اقتصاديه جدا، وبالمناسبه هو بدون نت. نزلت بقى كنت مقطعه طماطميتين كبار، بس معرفش هم خضر ليه. نزلت بالطماطميتين هنا وطماطميتين هنا، يعني كلهم اول عن اخر ما تكملوش نص كيلو طماطم. ونزلت على السجق بمعلقه كبيره من البربريكا عشان تديني اللون اللي انا عايزاه، اللون المحمر. وهسيبها تاخد وتغلي مع نفسها. ونفس الطماطميتين نزلت بيهم على المكرونه، وهزود كمان ميه سخنه من الكتل، وهخليها في مستواها عشان أنا لسه هنزل بباقي الصوص. وهفضل اقلب كده عشان اخد بالي من حجم الميه انا عايزاه قد ايه. وكنت هنسى احط الملح، بما اننا صايمين وما دقناش كنت طبعا هنسى الملح، بس الحمد لله افتكرته. صلي على الحبيب قلبك يطيب. ضفت الملح هنا وضفت الملح هنا وهقلبهم. واول ما السجق يبدا يتشرب والمكرونه تبدا تشرب من ميتها، والسجق يدخل في السوا والتسبيكه تبدا تبان عليه، مش هياخد معاكي ربع ساعه او تلت ساعه، اقوم نازله بطاسه السجق على المكرونه، والاتنين يكملوا سوا مع بعضهم، وتشرب المكرونة من دهون السجق وتتشبع كلها بطعم السجق. صلي على الحبيب قلبك يطيب. والله ما قادرة اقولك الريحة كانت عاملة ازاي. يا رب عود علينا وعليكم الايام بخير. هديها تقليبه كده وهغطي عليها. الاكله دي كلها ما خدتش معايا نص ساعه اول عن اخر. ومن ناحيه تانية هنا، اول ما لقيت المكرونه بدات تتشرب طفيت عليها، كانت لسه نيه وبحمر من الناحيه التانية بطاطس. طفيت على المكرونه وهي لسه نيه وسبتها 10 دقايق، كنت ظابطه نفسي على الاذان بالظبط. ضفيت عليه الساعه 6 ل 10، رحت طافيه عليها 6 بالظبط. كنت بغرف الاكل، اللهم بارك. شويه بطاطس محمره، شويه عصير فراوله باللبن اللي كنا عاملينهم امبارح، الكيس بيقعد على يومين، والسجق زي ما انت شايف كده، وشويه مخلل. صلي على الحبيب قلبك يطيب. جربي الاكلات دي، وفري دبري مع ام العيال هتقدري. ما تنسيش اللايك والشير، وتقولي رايك في الكومنتات.